البشوات، البهوات، المليونيريات اللي قاعدين على الدكة قاعدين. يا ترى اما اروح الامارات هجيب البلاي ستيشن الجديد ولا الايفون 17 برو ماكس هيبقى ارخص من هنا؟ يا ترى هروح فين؟ يا ترى بعد الماتش سواء بقى خسرنا واتعادلنا او اي حاجة يعني مش مهم، هروح فين؟ اروح لاسلام يعمل لي بدلة جديدة، ولا عندي فرح، ولا عندي طلعة، ولا انا هروح المشروع بتاعي بتاع العربيات، ولا ايه؟ ولا ايه؟ دكة الاهلي قاعدة، الاهلي متعادل واداء زي الزفت زي النيلة، والدكة قاعدة عادي عادي. مش فارقة، مش فارقة. دكة الاهلي قبل كده اللي كانت تبقى واقفة على حالها، لو الاهلي متعادل او خسران او ايا يكن، واقفة بتحمس اللعبة تشجع اللعيبة الوقت دكة. يا ترى الايفون 17 برو ماكس هيبقى عامل كام؟ ين ياباني هناك في الامارات هيبقى عامل كام؟ مفيش. الرجاله مش موجوده. زيزو لابس لي البادي من ساعه لما زيزو لبس لي البادي وهو ما عادش نافع. ما انت كنت يالا بتلعب زي الرجاله يالا هناك يالا من غير بضهات، وانت كنت بتلعب من غير تيشيرتات يالا هناك يالا في الزمالك. مالك؟ مالك لابس لي بادي ليه؟ ده على ضربه جزاء؟ يعني انت تاريخك كله 200 ضربه جزاء مضيع منهم اتنين، واحده مع الزمالك واحده مع المنتخب. ضربتين جزاء مضيع منهم واحده في الاهلي. مالك؟ شبعت؟ ولو شبعت قول لي، لو شبعت قول لنا عشان نبقى فاهمين. لو شبعت خلاص واستكفيت وقبضت والدنيا تمام خلاص قول لنا. يعني مش فاهم. تريزيجيه النجم، نجم الارتو العالمي اللي مفيش منه اتنين، اللي احسن واحد بيشوط ارتو، ما مش زي تريزيجيه. مش همه الفرقه المعلم، مش همه الفرقه المعلم، احنا جايبينه يشيل الفرقه، همه نفسه. كل كره ارتو، كل كره ارفع وشك يالا، ارفع عنك يالا، ارفع عنك وشوف، ارفع عنك وبص اللعيبه. لا ارتو سكه ال 18 ارتو. ايه للاسف انا مش عارف ازعل على الفرقه. اللعيبه خلتني انا قاعد مش عارف ازعل. انا قاعد اضحك على اللي بيحصل، بضحك لا مبالاه. عندي لا مبالاه خلاص. ما اللعيبه هعمل ايه دلوقتي؟ بستنى ماتش الاهلي يجي عشان اتفرج على الاهلي. عايز اتفرج على الاهلي بس، ولا مستني مكسب، ولا مستني خساره، ولا مستني المدرب هيعمل ايه، ولا مستني تشكيله، ولا مستني مين اللي قاعد مش فارقه. قلت لك قبل كده احمد زي الحاج احمد، جيب اي لاعب في الدوري حطه في الاهلي هيلعب زي الزفوته اللي عندنا. مفيش فانا دلوقتي قاعد مستني الاهلي عشان الاهلي. فلو احنا هنروح نلعب السوبر ونلعب سيراميكا وبعد كده نكسب، لو كسبنا وصعدنا النهائي وتخسر من بيراميدز او الزمالك، اخسر من سيراميكا. لو انت مش هتلعب راجل اخسر من سيراميكا واطلع بدري، وما تلعبش تالت ورابع. امشي ما تلعبش. انما هتكسب لي سيراميكا، ده لو كسبت اللي هي هتعمل عليك ماتش وهتحرجك، وبعد كده تروح تلعب لي الزمالك وبيراميدز تاخد منك البطوله. لا يبقى اخسر من الوقت، اخسر وما تلعبش وما تسافرش خالص اصلا. دي لعبه ما تسافرش. خد بالناشئين وروح، هيبقى عندهم ملون نروح ولا قتاليه. سروب هو التاني شايف اف طاهر بيعرف يتكلم فرنساوي، بن شير بيعرف يتكلم فرنساوي لعبه. احمد عبد القادر بيعرف يتكلم بني بلجيكي، كان محترف بني في بلجيكا ولا في سويسرا لعبه. شايف اف طاهر مش موجود، طاهر مش معانا. الاهلي بيلعب ناقص اتنين، ناقص تريزيجيه، ناقص تلاته. زيزو، تريزيجيه، طاهر. خط الهجوم ولا جاديشار؟ ايه يا معلم انت نسيت الكوره؟ الاهلي بقى في حاجه احنا مش ملاحظينها، او انا ما كنتش ملاحظها. الاهلي الاول مثلا كان تشكيله بتلعب وحش، إيه، اخطاء دفاعيه. دلوقتي لعيبه النادي الاهلي ما عادتش عارفه تباصي. حساسيه الباص اللي هي تقدير الباصه، هطلعها باصها جامده ولا باصها بالراحه، ما عادتش موجوده في اللعيبه. اللعيبه مش عارفه تباصي لبعض، بتباصي لبعض جامد، بتباصي لبعض بالراحه والكره ما بتوصلش. اللعيبه خلاص انتوا شبعتم، استكفيتم. يعني معلش، ده لو موظفين مش هنديهم لحد الاداء. انتوا في ايه؟ يعني نعمل ايه؟ واحد يقول لك اصل احنا مستنيين امام. هو الاهلي هيبقى واقف على امام؟ طب وبعدين؟ طب ما هو امام في مشكله في التجديد وهو احتمال يمشي. مستنيين امام يا عم، ربنا يقومه بالسلامه. طب وبعدين امام اجى ايه؟ مستنيين امام هيشيل الاهلي؟ يعني هيشيل الاهلي طول عمره مثلا؟ هيشيل الاهلي 50 60 70 سنه؟ ما هو 3 4 سنين وهيمشي ولا هيعتزل. او اللي يقول لك اصل الاهلي النهارده لعب حلو ربع ساعه. يا راجل ربع ساعه؟ طب انا من وجهه نظر الاهلي ولا لعب ولا ربع ساعه
ولا تلت ساعه ولا 5 دقايق، ولا الاهلي لعب اصلا. هو النهارده الاهلي كان بيلعب؟ ده الاهلي، ده مش الاهلي، ده التيشيرت بس. احنا بتتفرج على التيشيرت، ما بتتفرجش على اللعيبه، ما بتتفرجش على روح، ما بتتفرجش على القتاليه. يقول لك اصل كابتن سيد عبد الحفيظ لما يجي هيظبطهم. هما اللعيبه دي مستنيه ايه تتظبط؟ مش فاهم. يعني دول مستنيين ايه عشان يظبطوهم؟ مرتبات بياخدوا، شهرة اخدين ربنا يبارك لهم، طبعا طبعا طبعا. شهرة، فلوس، اعلانات، فسح، لبس، عربيات، افراح، شاليهات، بيزنس، مول، مش عارف، عربيات، تيك توكات، كل ده موجود. ناقصك ايه يا لعيب يا كوره؟ انت ناقصك ايه يا بتوع الاهلي؟ انت ناقصك ايه؟ انت بتمشي في الشارع مليون واحد عايز يتصور معاك، بتروح اي حته عايزين يعملوك اللي ما تعملش. ناقصك ايه عشان ما تلعبش كوره؟ ناقصك ايه؟ خلاص استكفيت، عيش دار النجوميه، خلاص يبقى امشي. امشي، ما تلعبش في الاهلي. قول يا عم انا مش قد المسؤوليه، الجمهور اللي ورانا دوت انا مش قد المسؤوليه. ده حته بقى افتكرت حاجات اللي تدل اللي هو غربال اللعيبه قاعده على الدكه مش فارق. حاجات تدل اللعيبه مش فارقه مع حد. الشناوي بعد الماتش قال لك تعالى لعيبه نروح للجمهور نحييه. مش شوف انت رايح فين يا عم؟ جمهور مين وبتاع مين؟ احنا جايين قضينا الساعتين بتوعنا الحجز الخفيف ومروحين ورانا مصالح، احنا لسه هنروح للجمهور؟ انا داخل اخد الدش والبس الترنج الحلوه ابو 50 60 الف جنيه واروح. الجمهور مين؟ فالمعلم الشناوي قام رايح حي الجمهور لوحده وخلاص. دي الحاجات اللي تدل اللي هو مفيش هما ولا فارق معاهم ولا جمهور ولا اداء تأدية عمل، تأدية واجب وخلاص. فمش فاهم. زي ما قلت لك، يا ريت لو هنروح السوبر وهتلعب لي بالاداء ده وتكسب لي مثلا سيراميكا وتروح تخسر لي من بيراميدز او الزمالك. اصل ادائك ده ما يكسبش بيراميدز ولا الزمالك. هم هيلعبوا برجولك ارجل منك، مش عارف انت ناقصك عنهم. قول لي انت ناقصك عشان تبقى هتلعب برجوله زيهم؟ انا مش فاهم. هيكسبوك، فانت خدها من قصرها يا معلم، واخسر من سيراميكا واطلع. قول لي سوري، معلش، روح بالناشئين وتبقى حجه. لو انت خسرت، انا كنت بلعب بالناشئين عادي. ف لعيبه ما بخفيش. سك على الفيديو دوت وحاجه زي النيله.